لما كل حاجة بره تبقى غالية قوي يبقى لازم نعمل كل حاجة في البيت. النهاردة هنعمل مع بعض الناجتس بطريقة سهلة ومضمونة. المكونات النهاردة معانا سهلة بسيطة، بس أساسية، يعني ما ينفعش أشيل منها أي حاجة. عندي نص كيلو من صدور الفراخ المخلية، ونص كيلو من البطاطس المسلوقة. ولما نسلقها صحيحة علشان خاطر ما تشربش مننا مية كتير. انا بعد ما سلقتها قطعتها كده شرايح، لكن انا سلقتها صحيحة. عندي معلقة كبيرة من الثوم الباودر، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من البصل الباودر، وثلاث معالق كبار من الدقيق. وعندي بطل رئيسي مهم جدا جدا جدا، المرقة الفورية. لو المرقة الفورية مش موجودة يا ريت نأجل الوصفة لحد ما نجيبها. عشان كده بقول لكم كل المكونات دي أساسية. باكوين صغيرين من المرقة الفورية، ونشتغل على طول في الكيتشن ماشين. نحط الفراخ قبل ما اقص كده او بالسكينة على البلانشة تقطعوها كده. بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، توم باودر، دقيق، المرقة الفورية. ما نكترش الملح عشان خاطر عندي كفر خارجي هحط له ملح وفلفل، وعندي مرقة فورية فيها ملح. ضربنا كويس جدا، هو ده القوام اللي انا محتاجاه للناجتس. فرمت كويس جدا، وكنت كل شويه بريح الكبه علشان ما تبص، لان المحتويات كلها تقيله. دلوقتي هريح العجينه دي في التلاجة نص ساعه، اقل حاجه يعني نص ساعه، ونرجع نشكل مع بعض الناجتس ونحطه في الخلطه الكريسبي بتاعته. انا مجهزه كيس سندوتشات، هديله دهنة خفيفة من الزيت علشان خاطر عجينة الناجتس ما تلزقش معانا. قبل ما تمسكي العجينة بتاعة الناجتس بلي ايدك كويس كده بالزيت، لان هي من الحاجات اللي بتلزق جدا. انا مجهزة برضو كيس نايلون تاني، هحطه كده على العجينة وابدأ ابطط. مش عايزينها رفيعة ومش عايزينها تخينة، عايزينها سمكها معقول. برضو مجهزة صينية وحط عليها فرد عليها كيس نايلون، ومديها مسحة من الزيت خفيفة كده. بعد ما بقطع الناجتس بالأشكال بحطه في الصينية دي وبدخله الفريزر ساعة. بالراحة كده نقول بسم الله ونبدأ نقطع الأشكال. شايفين أنا مش محتاجة أكتر من السمك ده. هكمل الكميه كلها وهقول لكم نص كيلو الفراخ ونص كيلو البطاطس على بعض عملوا لنا كام قطعه ناجتس. عدى ساعه واكتر كمان. جهزت بيضتين، حط عليهم رشه ملح ورشه فلفل. الكريسبي ده موجود عند كل العطارين والعلافين. هحط شويه لبن كده واضرب الخليط ده مع بعضه. هبدا اخد كده اغطيه كده بالكفر كويس. شايفين موضوع سهل وبسيط ازاي؟ الكمية دي عملت لي 65 قطعة. هعمل الكمية كلها. فين ما شاء الله كمية جميلة. يلا نقلي ونشوف الشكل النهائي. الناجتس خلص وطالع خرافة. انا هجرب معاكم كده بسرعة، لازم تجربوه. يا رب لو الفيديو عجبكم تعملوا شير ولايك، وتابعوني على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح، واشوفكم في وصفة اقتصادية جديدة قريب ان شاء الله.